ان انت يا ريبيرو لازم ترد على كل منتقدين الاهلي اللي هم قد تكون بيمارسوا كرة القدم كوظيفة. وانا بقول لك كمشجع اهلاوي انا مش هقبل ان انا العب اي بطولة ما اخدهاش، ومش هقبل ان انا اي فريق يلعب قصادي يسمي الله ويقرا الفاتحة واول ما يخلص يقول الحمد لله اللي هو خسر بنتيجة قليلة. لان انا مش هستنى غير كده. النهارده انت عندك في كل مركز لاعب واتنين احسن من بعض، وانا مش قلقان على الاهلي في شيء. هتيجي تقول لي حد زي شريف وجراديشار هينقصهم مهاجم يعوض وسام؟ هقول لك وسام صفحته اتقفلت زيه زي اي حد مشي والاهلي ما وقفش عليه، والاهلي هيكمل. وانا بقول لك ان انت عندك فرصه تشتري مهاجم ثالث عادي جدا. انت كل البطولات اللي هتبدا فيها بطولات عاديه جدا، والتيم اللي معاك ده ياخدها مرتاح. فانا بقول لك انت ما عندكش اي خلل ولا اي ازمه. والنهارده احنا بنقول هنشوف اهلي قوي ومش هنقبل بغير الفوز في جميع البطولات. يا ريبيرو خلاص اول حاجه اتحطيت فيها كاس العالم، وقد تكون التوفيق ما كانش حالفنا، وخسرت ماتش وتعادلت ماتشين، وكان نفسنا تلعب احسن من كده وافضل من كده، بس الظروف حطتك في بطوله قويه مع الاهلي اول لما مسكت. النهارده عندك فرصه بعد ما ترجع من المعسكر تبدا بالفريق ده، وانا بقول لك تاكل بيه كل حاجه، هتاخد بيه الاخضر واليابس، ومش هننتظر